ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل اللحمه بطريقه جميله جدا جدا وبصوص حلوه قوي. تابعوني لاخر الفيديو. هنا اول حاجه دي بصلايه، طماطمايه، فصين توم، ودي هتكون التتبيله بتاعت اللحمه. معاها ملح وفلفل، يبقى بصلايه، طماطمايه، فصين توم وملح وفلفل. هنضربهم كويس جدا جدا في الكبه. هنضيفهم بقى على اللحمه. معاهم 4 فصوص حبهان كده، ورق لورو. هنخلطهم كلهم كويس جدا جدا مع بعض. يا ريت يعني نسيب اللحمه مع الخلطه دي ساعه كده او نص ساعه على الاقل في التلاجة. هنا بقى دي ميه مغليه كويس جدا على النار، حطيت مكعب مرقه وهنبدا بقى نضيف اللحمه. تمام زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هنسيبها على النار لمده نص ساعه بالظبط. بعد نص ساعة زي ما انتم شايفين كده الشوربة جميلة قوي قوي بجد، حلوة جدا جدا. دي بقى الخلطة اللي هعملها. دي بصلاية متقطعة مكعبات، وطماطميتين، وفلفلاية خضرة، فلفلاية حمرة متقطعين كلهم مكعبات. حطيتهم على النار كده زي ما انتم شايفين. البهارات ملح وفلفل والسبع بهارات وبابريكا، بس كده. ومرقة دجاج. هنقلبهم كويس جدا على النار لحد كده ما يتبلوا كده شوية. بعد ما دبلوا اخدوا اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده، هنضيف بقى اللحمة والشوربة اهو زي ما انتوا شايفين كده. الشوربة دي هتخلي بجد الصوص طعمه رهيب، هتخليه في حتة تانية خالص. يعني الشوربة اصلا لوحدها طعمها حلو جدا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط اهو. هي اللحمة يعتبر اخدت نص سوا، هتكمل السوا بقى مع الصوص ده. تقليبة بقى ونسيبها تستوي براحتها خالص على نار هادية كده. يعني بعد ساعة كده لقيتها استوت اهي زي ما انتوا شايفين. هنضيف بقى مكعبات البطاطس. يعني انا ضفت مكعبات البطاطس في الاخر، ورشيت كده على الوش بقدونس تقليبة. وهنسيبها شوية كده تستوى وهنطفي عليها على طول. هنا خلاص بعد اللحمة والبطاطس كله استوى، وضفت عليهم شوية كده من الشوربة. كل حاجة استوت خلاص. هنحطها بقى تحت الشواية تاخد لون. طلعت بالشكل الحلو ده. بجد الصوص يعني احلى من اللحمة. الصوص حلو جدا، البطاطس، كل حاجة جميلة بجد. اتمنى فعلا ان انتوا تجربوها.